ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ ان شاء الله هنعمل جولة كده بسيطة ان شاء الله النهاردة في سوق السيدة عائشة يوم الجمعة. هنشوف اسعار الحمام وحيوانات غريبة وطيور غريبة، فهنشوف الوضع كده. هو الوضع صعب بس هنخش ونجازف ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيك يا استاذ مصطفى؟ الحمد لله. معلش عايزين نعرف كده الحاجات اللي عندك واسعارها ايه؟ انا النهارده عندي صقر الشرياص عامل 200 جنيه. عندي النيله عامله 250 جنيه هاديه من الصيف. عندي فراوله جوز ب 200 جنيه اللي هو الاحمر ده. السيلفر بن اللي هو ده الجوز ب 100. الكناري اللي هو كريست ده عامل 500 جنيه. الزبرة حسب بقى التصنيف بتاعها، دي ورنشات حسب التصنيف بتاعها. الريمبو عامل 300. ده اللي اكتر مبيعا يعني. والاسترالي العادي عامل 150. امال دول ايه بقى؟ ده البلبل المصري من اجمل الطيور اللي بتترفع. ده اليمام الماسي. ده اليمام. وده اليمام الاماري. وده من اندر انواع الطيور في مصر. ده الموك السنغالي. ده ايه؟ الموك السنغالي. بسم الله. ده بقى من اندر الطيور في مصر كلها. بصوا طير مهدد بالانقراض اصلا، وطير يعني صعب جدا يبقى معاه. ده سعره كام من فضلك؟ ده عامل 1100. وده بياكل ايه؟ بياكل لحوم وفواكه. ودي حشرات وضفادع صغيره وحاجات صغيره. طب ودي دكر ولا انتيه؟ دكر ولا انتيه؟ لا ده دكر. دكر؟ ده اسمه ديك الموك. واو موك القتال. طب ممكن يا استاذ مصطفى رقم تليفون حضرتك؟ تحت امرك. اتفضل قوله. 011 4 93 79 295. ماشي، متشكره جدا. شكرا. معانا ما يترباش في بيت يا ماما ده. ماشي يا ابني انت الشايل بتاعي 400 عايز لسه. الديك الرومي ده عامل 1100 وده وز 600. الفراخ دي الجوز ب 120 وده حمام. بسم الله ما شاء الله عندها كل حاجة. بكام الحمام لو سمحت؟ دي الفراخ اللي بس قبل ما نقف التصوير خلي بالك معلش عليها سمي البنديره كده. هو بكام ده حضرتك؟ بكام ده؟ ببلاش. بكام؟ ياكل فاكهه. بياكل فاكهة. واحد عايز بعد تجيب له شويه وجاي. انت جاي متاخر. ايوه
ده ايه؟ ده ايه؟ دار؟ هذا مش دور. اسعارهم ايه ما تعرفش؟ لا هو الراجل ده هو اسعارهم ايه دول؟ دول 25 30. 25 30. بقول لك ايه؟ مين عامله حمام عادي؟ عادي يا صمم بتاعنا. الجوز من ده ب70. يا صاحبي بص انا هاخد 2 كيلو عيش، هاخد 2 هاخد 2 2 تعال بس خد معايا كده. نص الذكر 700 جنيه السلحفاة دي. كام علبه؟ وبياكل عيش ناشف ذرة عويدة، ولازم يتحط في حوض ازاز. بص ده البيت بتاعه، وده الاحمر اهو. بكام القفص ده؟ 250. عايزين عصافير زينه بس. ده 1050. بصوا اسمها ايه دي؟ حرباية. بكام؟ اسمه نص النسر بقى القفص. اي قفص بقى. دي فراخ. دول عاملين 600. هي الفراخ دي بتتاكل؟ بكام حضرتك؟ بس دول بيبقوا دول للتربيه وللشغل يعني انتاج يعني ده وده كده وكده. حضرتك يمام بكام؟ 70. بس جمالها حلوة قوي. والقطط الصغيرة دي سعرها كام؟ جوز ب180. بص دي نبقى كام والفلاتس بصوا بقى يا جماعة، دي محلات اهي بتبيع أكل الطيور. وده كده الماء السخنة. تعابين.
يلا صاحبي يلا صاحبي. مش كده. عايز سيبيا؟ جرب يعني لو سبت بالساعة ما يترسي بره. يعني واحد بقى. مع العيال عليها حمرا. كم لهم في الجامعة؟ النسناس ده ب6000 ودي ب1000 الواحدة. سكر سكر سكر. عندي 3 في البيت، لو جبته هيبقى 4. دول ب350 جنيه جوز. اكل يا جماعه. الحمامه قد الفرخه. 250 برضه. حمامه قد الفرخه. بصوا ده ب5000 جنيه. دول من 200. الحمام ده من 250 ل 300. بصوا جميل جدا، احسن من حديقه الحيوان يا جدعان. تقريبا هم قفلوا حديقه الحيوان وفتحوا فرع هنا. بصوا الحمام ده كله الناس بتأكد ان هو ممكن يتاكل عادي. الحمامة قد الفرخة والله، باستثناء طبعا الانواع النادرة دي ما بتتاكلش. يعني بصوا دي انواع نادرة اهو. بصوا يا جماعة جبنا المش دي كيلو ب100. كيلو ب100 تحفة. بصوا الناس كلها متجمعين بيشتروا من عندي، بس انا ما جربتهاش فما اعرفش. بصوا الديك ده ب400 جنيه. ده ب200 جنيه. اسمه القصاء. والغراب ده غراب ما شاء الله. والغراب بكام؟ الغراب بكام؟ 100. والفيران دي سعرها كام لو سمحت؟
15 الواحد ب 15. واكلهم ايه؟ اكلهم ايه؟ خيار واي حاجه. وينفع اسيبه في البيت عادي ولا لازم حوض؟ لا عادي، ممكن مثلا علبه صغيره. علبة صغيرة. ودي سحالي؟ دي سحالي. ده اكل تعبان، ياكل اللي هي الديدان وكده. وده برضه الفار اكل التعبان. بكام الواحدة؟ الواحده عامله 20، الكبيره دي عامله 25. بكام دي؟ دي عامله 100. 100؟ وبتاكل ايه؟ الكبيره اكبر من ده عامله 200. وبتاكل ايه؟ بتاكل ديدان، بتاكل اي حاجه. وعادي برضو تتربى في البيت. وعايزة احط؟ مش شرط، ممكن تحط لها مثلا علبه زي دي برضه. بتقلب الوان، بتقلب اللون، بس لونها عامله ازاي بصوا يا جماعة لحم النعام 375. هو خلص طبعا لأن احنا نازلين متأخر، إنما هو موجود أهو في سوق الجمعة. لحم النعام 375. بكام ده لو سمحت؟ بكام؟ 400. ده للأكل؟ هي دي فراخ سودا صح؟ بكام؟ ايه؟ انا لسه راجع يا دكتور عصفور. بصوا دي الفراخ السودا 350. هي طعمها طعم زي الفراخ العادية، بس القيمة الغذائية بتاعتها أعلى. عالية بس. حضرتك الوحيد اللي بيتباع في السوق كله على فكرة. بقالي 5 سنين. في مكانك؟ بقالي 5 سنين انا بنزلها. وعنده ايه؟ وعندي كامل حمام. عنده مزرعة. لا يا جدع ما شاء الله. ممتاز ما شاء الله. ما شاء الله. بس أنا أوريكم حاجة. ده السمان اهو. اسأل كده بكام السمان؟ ما شاء الله. اسأل لكم دلوقتي على سعره. المحل اسمه مزارع باسم السمان. هو الوحيد اللي في السوق اللي بيبيع سمان على فكرة. انا عن نفسي ما بحبش السمان بصراحة، بحسه زفر. كام؟ 80. السوق اكبر مكان بيبيع اكل الحمام والعصافير والطيور، ما شاء الله ربنا يوسع على الجميع. عرض الصابون 4 صابونات ب 20. 4 صابونات هنا ب 20. عرض الصابون 4 ب 20. اي 4 صابونات هنا ب 20. هما دول بيتحطوا في رجل الحمام؟ بكام؟ الواحدة ب2 ونص وفي ب2 جنيه. واحدة ب2 ونص وفي ب2 جنيه. والكيس ده؟ ب 10 جنيه. بصوا الحمرا دي. ده محل اهو بيعمل الاقفاص، ممكن يعمل لك المقاس اللي انت عاوزه بالتفصيله اللي انت عايزاها، مفيش مشكله. السوق ده بتاع فسيخ ورنجه. بكام الفسيخ ده لو سمحت؟ بصوا يا جماعه ده جزل الفسيخ بكام الكيلو؟ 160. وده فسيخ ب 160 وده فسيخ ب 160 وده سردين صح؟ بكام؟ 100. ام الخلول الصغنونه دي كام؟ 30. وده بسارية 50. ربنا يوسع رزقك يا رب، ربنا يبارك لك فيه. بصوا يا جماعه دلوقتي هنشوف اسعار السنانير. ممكن نعرف الاسعار؟
كل حاجه اللي فيها في ياباني في صيني بحر المالح في حاجات كل حاجه اساسيه يعني لو حد راح طلع مصيف وعايز ياخد مصناره معاه البحر الكبير اللي هو البحر الاحمر ممكن حاجه زي كده عامله كام دي؟ عامله كام؟ 350. طب وين ماله ايوه صح. طب في اللي هي ايوه مية وسبعين ل200. طب والشبك اللي عند حضرتك اسعاره ايه؟ ممكن نشوفها اللي هي عامله زي القفص كده طويله. ايوه بتكبر الكرات. وانت طالع شكرا. دول بصوا امال دي سعرها كام اللي تحت دي؟ دي حاجه اسمها دوبيا. الدوبيا دي ليها فتحات من هنا. هنا دي بتحط جواها اي حاجه سوا كده. ومثلا انا طالع اصطاد مثلا النهارده مثلا بتنزل تمشي في البحر والنيل. ودي سعرها كام؟ 150. منها نوعين. اللي هو العادي برضه اقل حاجات بسيطه 120 بس دي بتستخدم الانجيل مع الموضوع الاصفر ده 200 جنيه. الشبكه دي 130 دي بتصطاد. ودي الشبكه اللي بتحطوا فيها بعد ما تخلصوا 100. دي 130 بس دي السنانير اهي. ده خليط كربون. هي السنانير اسعارها بتروح من كام لكام؟ تبدا جاهز من اول 200 جنيه يعود بالمكنه بكل حاجته لحد 750 جنيه. اعلى حاجه 750. وينفع بحر ونيل صح؟ يمشي الاثنين بس شط بحر. شط بحر. لو انت بقى تطلع على مركب والكلام ده وتصطادي لا يبقى عود صب زي ده. عود صب عشان يتحمل. او لو فوق كوبري مثلا في النيل عود صب كامل. العود ده لوحده 250 جنيه. 250 جنيه. المكن بيبقى ليه مكن نوعيات معينه. طبعا بيبدا من ليه اسماء بس انا ما اعرفش. لا انا اللي بعرف اصطاد وبقالي 20 سنه بصطاد ما اعرفش كل حاجه. موضوع كبير يعني. طب المكن اللي هو انت في نيتك انت هتروح فين وتصطاد؟ ما بتوع انا عايز اجيب اي حاجه للمصايف بتاع اللي هو خلاص اسكندريه والحاجات دي 300 جنيه حاجه كويسه وهتقعد معاك. والمكنه بالمكنه كل حاجه. شاور لنا كده عليها معلش. هي دي السودا دي ب 300 جنيه. او دي ودي تتحمل السمك الكبير؟ ان شاء الله. او الحمراء دي ودي خيط كربون. خيط كربون. عامل ايه؟ ابص عليها. ماشي.
ممكن دي ماسكه في استنى دي هي 6 اه. اه 6 عامله كام؟ 130 والله لقيتها 16 عين عامله 130 130 والله روح اشتريها. اولا انا جبت حاجات الفلوس مش هكملها، ثانيا كبيره انا عايز دول. لا روح اشتريها والله. قول لي كلمه كويسه لو هتنفع معانا. لا 130. هو مكان حضرتك عند المسجد على طول؟ ده مكاني على طول عند المسجد. المحل بتاعك اللي بيني في وسط عندنا يعني. بصوا يا جماعه ده كارت الباشمهندس اهو. قلنا مش موجود ابو فلوس اهو اللي حابب يروح يشتري. 120 عايز والله 120 ده 10 اللي انت عايز بصوا عند المسجد. خلي بالك ايه يا جماعه عامل زي الحمام. بصوا ده صقر ب 180. صقر اهو ب 180. ده ب 12,000 وده ب 7,000. واللي تحت ده سعره كام؟ اللي تحت ده والمدرب بكام؟ اه فين عين واحد اللي فوق خالص؟ السلسلة دي كده؟ يقول ايه بقى؟ بص يا شنو تعالى ما تخافش. ما تسيبيش السلسله. ده بيتكلم يا ريس؟ يعني اقول له ايه يتكلم؟ هو مش بيتكلم كلام سهل. بصوا اسعار الكور دي 130 175. هناك دي 85 50. خدنا دي يا حاجه. مفيش فصال. انا شايفه ان اسعارهم كويسه بصراحه. حلوين قوي. البغبغان ده ب50,000 وعمره 4 سنين وبيتكلم. بكام؟ 5,000 الترسة. عايزين ياكلوا. بصوا دول ده ب50. نوع ايه؟ رسلان؟ بكام ده؟ مراسلة بكام ده؟ 300 الاثنين صح؟ تربية ده حضرتك مش للأكل. بصوا أكتر حاجة بتتباع في السوق يعني بتاع السيدة عائشة الحمام. الحمام موجود بوفرة غير طبيعية وأحجام كبيرة، يعني حجم الفراخ وحجم الضيوف مش حجم قليل. دي اكتر حاجه بتتباع في سوق السيده عائشه صراحه. واكلهم بقى وقفصهم يعني اكتر حاجه هنا شغاله في سوق السيده عائشه من اللي انا شفته يعني هي الحمام. تعالوا. وكل اللي جاي على فكره جاي عشان الحمام والكلاب. السوق في كل حته بقى تلاقوا الاكل اهو. بصوا زي ما انا قلت لكم اهو عشان تصدقوني كله حمام 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 حمام. بيتعاركوا.
بصوا يا جماعه الشبكه، بصوا يا جماعه الشبكه دي بتاعت الطيور ب60 جنيه. بصوا دي الصغيره ب50 دي، والكبيره دي ب70. بس شكلها اهي. بصوا كده في الشارع كده، عبيله واديله 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه. بكام الحمام الاسود ده لو سمحت؟ جوز بيعمل عدل. ده نوعه ايه؟ عبس. عبس 2000. ايه يا عم؟ ما الكلام صغيرين بقول لك. بص دي لما بتخلف يعني بتخلف الكتاكيت دي. بكام لو سمحت دي؟ بكام دي؟ بكام لو سمحت ده؟ 400 700 كل ده 700 700. يا بلاش يا بلاش. ودي المجوز دي عامله كام؟ 750. النوع ده النوع ده اسمه ايه لو سمحت؟ مين؟ نمس. بكام؟ نمس او جاكوبي. بكام؟ الشابون ب 700. الاثنين ب 700. دي بقى المفروض نشغلها اغنيه الشياكه الاناقه. اموره قوي، معتزه بنفسها وكبرياء. ده كبرياء. احجام الحمام هنا الصراحه مرعبه. بصوا الاثنين دول ب 22,000 بس دول للتفريخ مش للتربية. دول برضه نفس السعر 7. الصغيرين دول بكام لو سمحت؟ بكام؟ الواحدة؟ الجوز ب 300. واللي عينيها اورنج دي حته ذره مجربه هاديه. بكام؟ 2.5. هاديه ممكن تتكلم شويه.
خلاص كده يا جماعه الجوله انتهت وخلصت. يا رب يكون الفيديو استمتعتوا بيه وبالاجواء اللي احنا صورناها. ما تنسونيش في اللايك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.